بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، السنة التانية ان شاء الله تكوني بخير. نستكمل بقى مع بعض اللي بدأناه في علم النفس تانية ثانوي، ترم أول 2025. احنا شرحنا أول درس اللي هو نشأة علم النفس وتطوره، وعرفنا النشأة وعرفنا المراحل وموضوع علم النفس ومنهجه والخمس مدارس اللي موجودين في علم النفس. دلوقتي بقى ان شاء الله ننتقل لحل الاسئله قبل ما ناخد الدرس التاني. فانا كنت قلت لكم على كتاب الامتحان، انا وريته لكم في الريلز ان انا اشتريته، والله اشتريته جديد مش زي بقيه الكتب. فهنحل بقى دلوقتي اول طبعا الحاجات دي تقريبا 50 سؤال، فاحنا هنحل اول 15 سؤال عشان ما اطولش عليكي الفيديو. لو في حاجه هنحب ان احنا نشير اليها فهنشير اليها على السبوره. هنا هنكتب حل اسئله علم نفس تانية ثانوي عام ترم أول على درس 2025. أنا بحل من كتاب الامتحان صاد 14 و15. أول 15 سؤال اختر، وهناخد سؤال واحد مقال. ماشي. صورة الأسئلة أنا هسيبها لك بعد المقدمة، يعني دلوقتي أنا هقفل فبيبقى بعدها صورة الأسئلة وبعد كده بنستكمل الإجابة. ندخل في الموضوع على طول. عندي السؤال الأول. يقول علي طنطاوي: حين تصير المتعة واجبا تفقد جمالها، وهذه هي طبيعة النفس البشرية. تعكس المقولة السابقة إحدى مراحل تطور علم النفس، وهي المرحلة الفسيولوجية، الاستقلالية، الفلسفية، الوظيفية. بفتكر إن إحنا كان عندنا 3 مراحل تطور لعلم النفس، المراحل بالترتيب: المرحلة الفلسفية، تليها الفسيولوجية، تليها مرحلة الاستقلال. عندي هنا في الاختيارات زي ما هيظهر عندك في 4، من ضمنهم الاختيار الأخير الوظيفية، دي مش موجودة في المراحل. بقى عندي 3. ارجع تاني للسؤال. انا بفكر ازاي في السؤال؟ الاول بقرا السؤال وبفهمه، وبعدين بقرا الاختيارات وبفهمها، وبعدين افتكر انا في انهي جزء في المنهج وافتكره انا في دماغي، وبعد كده احاول اوفق الاختيارات على السؤال اللي عندي. بيقول لي: حين تصير